يقول: ما رأيكم في صالح حمامة الذي هرب من السعودية إلى بريطانيا بحجة نصرة فلسطين، ويسب ويكفر محمد بن سلمان وجميع حكام السعودية لأنهم لا يدعون إلى الجهاد ويستقبلون الراقصات، تسب الله وتقول أسجد لإلهك الأنثى وتشتم الأنبياء؟ هذا ليس بصالح حمامة، هذا طالح بومة، يسمى بطالح بومة. لو كان صالحا ما ترك الحرمين ويذهب بريطانيا. هكذا شأن تكفيري بلاد الحرمين، يتركون الحرمين بما فيها من الفضل، بما فيها من المساجد، بما فيها من العلم والعلماء، ويذهبون إلى بريطانيا في أحضان الكفار، يكفرون المسلمين. ما دعمت غزة دولة من الدول بالمواد الغذائية والتموينية بمثل ما دعمت السعودية. وأمس يصدر الملك وولي عهده قرار بدعم الفلسطينيين وإجراء الأرزاق عليهم في هذه المحنة. هذا الذي يستطيعونه. والله لو قامت السعودية تجاهد إسرائيل يا كذابين يا نصابين لقمتم مع إسرائيل ضد السعودية، أقسم بالله، يمين لا أحنث فيه. إن قامت السعودية لجهاد اليهود والنصارى لقام الرافضة وقامت الجماعات الجهادية بقتال الحكومة السعودية. لا تصدق أنهم حول غزة ولا حول فلسطين، هذا ما هو إلا شعار، يعني تلبيس وتدليس على المفاليس. أما أصحاب الإنصاف والله ما ينفق عندهم. نحن أعرف بالحكومة السعودية حرسها الله وهدى الله حكامها وأصلح شأنهم ويسر أمرهم، وأعرف بهذه الجماعات التكفيرية، الجماعات يعني الممالئة لأعداء الله. اذهب بريطانيا عند الدولة التي تمكر بالسعودية وتمكر بالإسلام ليل نهار، عند الدولة التي منعت السعودية من تحرير اليمن. الدولة التي منعت السعودية من تحرير اليمن هي بريطانيا، لأن ملف اليمن هذا ما يسمى بالبند السابع تحت بريطانيا، سلمته الأمم المتحدة لبريطانيا. فلذلك كلما أرادوا أن يدخلوا مدينة منعوهم، أرادوا أن يضربوا كذا منعوهم. الإحداثيات ما تقوم من الطائرة إلا وقد سلموها للبند السابع لبريطانيا، وبريطانيا تكلم الجماعة قوموا تحركوا اهربوا. هؤلاء محمد سرور زين العابدين هرب بريطانيا، سعد الفقيه هرب بريطانيا، هذا هرب بريطانيا. وكم وقبل أيام كانت بريطانيا ستسوقهم إلى راوندا، إلا اختلفوا بعضهم، وإلا ستسوقهم إلى راوندا تبيعهم ببخس. فالمعاصي قد لا يسلم منها بلد، المعاصي توجد في حكام وتوجد في محكومين، قد لا يسلم منها بلد. ما نحن في زمن الخلفاء الراشدين، لابد أن يكون هذا الأمير مثل أبي بكر وهذا مثل عمر وهذا مثل عثمان وهذا مثل علي. أنتم ما أنتم مثل خالد ولا مثل عمرو بن العاص ولا مثل أبي عبيدة بن الجراح، ولا النساء مثل أم سليم ولا مثل عائشة بنت أبي بكر. فالشأن أن الحكام يدعى لهم بالصلاح، والمعاصي تنكر بدون تثوير، بدون يعني طعن في أولياء الأمور ولا شيء. اعمل خطبة في الأغاني أحد ينكر عليك، اعمل خطبة في تحريم الرقص أحد ينكر عليك، اعمل خطبة في تحريم الاختلاط الرجال بالنساء ما أحد ينكر عليك، خطبة في تصوير ذوات الأرواح وتحريم ذلك ما أحد ينكر عليك. هذا سبيل إنكار المنكر إذا كنتم تريدون المنكر. لكن تجدهم ما يقبلون منك إنكار المنكر إلا تقول لهم فلان كافر فلان كافر، ويكفرون بأدنى شبهة. فهذا طالح بومة.